اهلا بيكم متابعيني الاعزاء. هنا في احتفال الجاليه المصريه مع ابناء الجاليه المصريه. احد الاخوه الشعراء ابناء الجاليه المصريه قصيده جميله جدا بحب مصر، بس انا ما لحقتش اسجلها فحبيت اعمل معاه لقاء وهو يقول القصيده. اسمه أنا اسمي هيثم منتصر، الشاعر المصري، عندي 4 دواوين ورواية وكتب بتتباع في كل الدول العربية الحمد لله، بتتباع في السعودية. اهلا وسهلا حضرتك. والله أنا مقيم هنا بقالي سنتين ونص. حضرتك ايه؟ أنا من الشرقية، اهل الشرقيه. من ديار بني. اهلا وسهلا اهل الشرقيه وحبايبنا اهل الشرقيه واصحابي كلكم من ديار بني. ممكن تقول لنا قصيده جميله بتاع حضرتك اللي قرأتها دلوقتي عليها؟ أنا قلت قصيدة عيونك حزينة، بتقول: عيونك حزينة يا بنت الذين، ونمشك حواري بيحمل في طي نظرة رزينة، يا سهلة وصعبة وخاينة وأمينة، يا سايبة المشاعر في ظل الكلام، وسايبالي قلبك في لمس السلام، ورسم الخيال اللي ضلل علينا. بحبك خميلة وشايفك جميلة، كلامك ساعاته تعدي أوام، وبنسى في همسة جميع الكلام. تملي تعالي وزيد التعالي، يا طايلة العلالي ودايما تلالي، أشوفك أحس الحياة بعنوان. عيونك حزينة يا بنت اللذينة، يا شرياني بالاندماج المباشر، وشرياني نابض في قلبك مباشر، يا زهرة في بستاني نادرة وقادرة تغير مصير اللي أصبح مصيري. بشوفك حياتك ما شفتهاش، وروح اللي دايبة في روح الفلاش، ولقطة في صورة يا دوبك فلاش. ساعات الأماني تكون حلم يقظة، تشوفه إعادة بأمر السيادة كأنه زمان. عيونك حزينة يا بنت اللذينة، ومهرك معدي حدود المكان. شكرا. جميله جدا. حضرتك اشتركت في اي لقاء مع الشعراء التشكيل؟ طبعا شعراء كفر الشيخ، عندنا مصطفى مقلتي، والدكتور جمال وعندنا جمال كلاوي،